1400 فدان. نيجي بقى على المقارنة رقم 3 ودي مهمة جدا، الكونسبت نفسه بتاع المشروع. وادي يم عمل حاجة يعني صعب جدا ان هي تتعمل، يعني ان هو عمل سيتي على البحر. بمعنى ايه افضل فيوهات وافضل كومباوندز موجودة في مصر؟ الطمية هايتس، الطمية ديونز. ليه هم الافضل؟ لان هم واخدين الفيوهات اللي هي بتاعت الجولف كورس، الفيوهات بتاعت ملاعب الجولف. فوادي يم عملت ايه بقى، او شركه موديل عملت ايه؟ جابت لك احسن فيو او احسن لايف ستايل موجوده في سيتي في القاهره الجديده مثلا، حطها لك على البحر. يعني خد اطميه هايتس حطها لك على البحر. احنا بنتكلم في وادي يم دلوقتي ان في 2 جولف كورس اللي هو ال 18 باكيتس اللي هو بيتلعب عليه كل البطولات العالميه. في 7 فنادق من اصل 50 جوه وادي يم. وادي يم نفسها اصلا اوريدي العرض الشاطئ بتاعها، وده رقم 4 في المقارنه، عرض الشاطئ بتاعها 4500 متر، منهم 2500 متر صخري. معنى ايه بقى صخري؟ يعني بتبقى سيتي زي ما كده بنشوف كده في الافلام او بنشوف في المسلسلات الاجنبيه، بيبقى البيت تحتيه صخور وبعد كده بحر مش شاطئ. فبيبقى بيعمل محاكاه اللي فاهم، يعني زي مثلا زي نيس مثلا، زي موناكو، زي الجزء اللي هو الاوروبي من على البحر المتوسط. عاملين سيتي و2000 متر رملي، يعني 2 كيلو شاطئ رملي. طيب نيجي نبص بقى على بالم هيلز المشروع الجديد بتاع ديزني لاند، هنلاقي ان هو 4700 او 4800 متر رملي. والكونسبت بتاع البروجكت ووتر بوتر يعني هو عباره عن ميه جوه ميه. لو بصينا على الماستر بلان بتاعه بالم هيلز هتلاقيها عباره عن بحر، شاطئ، ريزورت، ميه كتير، لاجونز جوه. مش بتحاكي محاكاه السيتي، او يعني مش عامله الكونسبت بتاع وادي يم. فده مديول، وادي يم ده مديول، وبالم هيلز وديزني لاند المشروع بتاعها مديول تاني خالص. ده بالم هيلز المديول بتاعها هو ريزورت، بس ريزورت فخم جدا جدا. اما بخصوص وادي يم هي سيتي على